السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناة تيتو للتكييف. النهاردة بإذن الله هنتكلم عن موضوع جديد جالي عليه كذا سؤال وكذا استفسار من بعض المتابعين للقناة. إيه هو السؤال؟ السؤال إمتى أشتري جهاز تكييف مستعمل؟ وهل ينفع إن أنا أشتري جهاز تكييف مستعمل ولا لأ؟ مين اللي هيضمنهولي؟ وهل فعلا هيوفر معايا فلوس ولا هيجي عليا بخسائر؟ النهاردة هقول لكم على خلاصة الموضوع، وهنكتشف مع بعض 6 أسرار لازم ناخد بالنا منها قبل ما ندفع أي جنيه في جهاز تكييف مستعمل. أول حاجة معانا وقبل أي شيء لازم تختار الفني الأمين اللي هيختار معاك الجهاز واللي هيكشف لك عليه قبل ما تفكر إنك تشتريه. مش كفاية إنك تسمع من البياع اللي بيبيع لك الجهاز إنه يقول لك إن الجهاز شغال زي الفل والجهاز ده تمام والجهاز ده كويس. لازم تشوف بعينك. وانا بكرر تاني ان لازم الفني اللي يكون معاك او المهندس يكون راجل امين. وانت بتتفرج على الجهاز قبل ما تشتريه لازم الجهاز يكون راكب على الحيطة. ما ينفعش ان انت تشتري جهاز تكييف مستعمل ويكون موجود قدامك على الارض وتقول انا هشتريه والجهاز كويس وهاخده خلاص. ما ينفعش. لازم الجهاز يشتغل قدامك، لازم الجهاز يطلع تبريد قدامك وما يكونش التبريد بتاعه ضعيف. لازم الفريون بتاعه يكون مظبوط عشان نقدر نحكم على الجهاز اذا كان تبريده كويس ولا لا. ودي طبعا حاجة هيقولك عليها الفني او المهندس اللي معاك. تاني حاجة معانا هي وان الجهاز شغال لازم يكون صوته هادي. لو سمعت الصوت زن عالي او فايبريشن مثلا في الوحدة الداخلية او الخارجية او صوت تكتكة، ده معناه ان في مشكلة اذا كان في الوحدة الداخلية او الخارجية، وغالبا بيكون موتور مروحة الوحدة الداخلية أو الخارجية أو بلور الهواء. برضو لازم الفني اللي معاك أو المهندس اللي معاك يكون صريح معاك ويكون أمين معاك في حاجة زي كده. البند التالت معانا وهو إن أبص كويس على شكل الوحدة الخارجية. أي خبط جامد فيها أو صدى يكون ظاهر قدامك بيأثر على أداء التكييف، لأن الصدى اللي بيبقى ظاهر قدامك من بره أكيد طبعا بيبقى مسمع جوه الوحدة. ممكن بعد كده لما الجهاز يركب عندك تلاقي الصوت بدأ يظهر أو بدأ يزيد. في تكييفات كانت راكبة في أماكن مكشوفة. رابع نقطة معانا وهي إنك تسأل الجهاز اشتغل قد إيه. هل الجهاز فترة الضمان بتاعته عدت ولا لسه ما عدتش؟ طيب الفترة اللي كان شغال فيها الجهاز كان بيتعمل له الصيانة بتاعته الدورية ولا ما كانش فيه صيانة أصلا للجهاز؟ طيب لو ما كانش بيتعمل له الكلام ده كله لازم تفكر مرة واتنين قبل ما تشتري الجهاز ده. ممكن تشتريه بسعر رخيص وبعد كده تخسر كتير في تصليحات أو في فكه أو في تركيبه، وده طبعا هيبقى بتكلفة كبيرة عليك. خامس نقطة معانا وهي التركيب والفك والنقل هيبقى مسؤولية مين؟ الجهاز المستعمل بيبقى محتاج فن شاطر علشان يفكه صح ويركبه صح وينقله مظبوط، بحيث ان الجهاز لما يركب بعد كده انت ما تلاقيش فيه اي مشكلة خالص. وهرجع اكرر تاني، مفيش حد يقولك اشتري الجهاز وهو مفكوك على الارض، لان بالمنظر ده انت ما تعرفش اي حاجة عن الجهاز ولا عن شغله ولا عن امكانياته. لازم الجهاز يكون راكب على الجدار وتشوف الجهاز وتختبر تبريده وهو على الجدار، دي اهم حاجة. سادس نقطة معانا وهي انك ما تشتريش من شخص عشوائي من على النت مثلا. لازم اللي تشتري منه الجهاز المستعمل يكون حد موثوق فيه جدا، او من شركة عندها ضمان حتى لو بسيط على الاجهزة المستعملة، او يكون حد جرب الجهاز وعارف ان هو جهاز كويس وعشان كده بيبيعه وهو واثق فيه. السؤال المهم هنا، طيب اشتري مستعمل ولا ازود شوية واجيب جديد؟ لو ميزانيتك محدودة قوي التكييف المستعمل ممكن يبقى حل، بس لازم تتأكد 100% من حالته. لكن لو تقدر تزود ولو بقدر بسيط خليك في الجديد، حتى لو قدرته هتكون أقل شوية، بس هتشتري جهاز جديد وضمانه معاه، والضمان بتاع الجهاز الجديد بيبقى 5 سنين. خلاصة الكلام، ما تستعجلش، اختبر الجهاز واسأل واستفسر كويس، ولازم تشتري من مصدر مضمون. وفي تحذير بسيط عايز أقوله ليكو، في بعض أجهزة تكييف
بتتعرض على النت اليومين دول، وخصوصا بيبقى في فصل الصيف يعني. طبعا الأجهزة دي بتبقى معروضة على الفيسبوك، بيبقى سعرها قليل جدا، أمثال مثلا الشارب والإي جي وكلام من ده. الأجهزة بيبقى فعلا سعرها قليل. طبعا حضرتك بتشوف الجهاز سعره قليل وشكله في الصورة كويس. احنا طبعا ما بنشتريش بالصور، بتتصل بالرقم اللي الناس دي حاطاه، يقول لك ابعت لي مقدم حجز 1000 2 3 زي ما يقول لحضرتك. طبعا انت بتبعت الفلوس من هنا وبيتعمل بلوك من هنا، لا بتشوف الجهاز ولا بتشوف الفلوس بتاعتك. طبعا الحاجات دي حصلت كتير ومع ناس كتير، وانا بتكلم علشان احذركم مش اكتر. اتمنى ان حضراتكم تكونوا استفدتوا، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.